السلام عليكم. عادة ما ينصح الخبراء بتناول بيضة مسلوقة كل يوم على وجبة الإفطار، مؤكدين أنها لا تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، لأنها غنية بالدهون الصحية وليست الدهون المشبعة. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيضة مسلوقة كل يوم؟ أولاً، الشعور بمزيد من الطاقة. يحتوي البيض على قيمة غذائية عالية، حيث يعد مصدراً مهماً للحصول على فيتامين باء 12 وفيتامين د والكولين، وكلها مهمة لمساعدة الجسم على معالجة الطعام وتحويله إلى طاقة التي يمكن استخدامها طوال اليوم. يتميز البيض باحتوائه على مزيج من البروتين والدهون الصحية، ما يمنح الشخص المزيد من القوة والطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول. ثانياً، الحصول على بشرة صحية وشعر ناعم. تساعد فيتامينات باء 2 وباء 5 وباء 12 الموجودة في البيض على حماية صحة الجلد والشعر، مع العلم بأن جميع هذه الفيتامينات قابلة للذوبان في الماء، مما يعني أنها لا تبقى في الجسم لفترة طويلة ولا يتم تخزينها بسهولة. لذا فإن تناول البيض يومياً يعد وسيلة جيدة للتأكد من تلبية احتياجات الجسم. ثالثاً، تحسين صحة المخ. يعمل الكولين على تكوين أغشية الخلايا والناقلات العصبية الهامة في الجسم، وبالتالي فهو مهم للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات ووظائف الجهاز العصبي. وتوفر بيضة واحدة حوالي 6% من احتياجات الجسم اليومية من الكولين، وبالتالي فإن تناول البيض يمكن أن يساعد على تحسين وظائف المخ. رابعاً، تقوية العظام والعضلات. يساعد فيتامين د المتوافر في البيض على تقوية العضلات والعظام عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، والمساعدة في الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفور وإعادة تشكيل العظام. تحتوي بيضة واحدة على 6% من احتياجات الجسم من فيتامين د، لذا فإن إضافة بيضة واحدة إلى وجبة الإفطار كل يوم يمكن أن يحقق فوائداً صحية للعظام. خامساً، تحسين صحة القلب. يعد البيض أيضاً مصدراً رائعاً للعناصر الغذائية الصحية للقلب، مثل البوتاسيوم والفولات وفيتامين باء، فضلاً عن الدهون الصحية التي تقوي عضلة القلب وترفع الكوليسترول الجيد بالجسم، فضلاً عن مذاقه المذهل واللذيذ. فإن كنتما من محبي البيض، فما عليك إلا أن تضع قلباً للفيديو وتنشره مع أصدقائك لتعم الفائدة. شكراً لكم.